السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. إحنا دلوقتي في أفضل 10 أيام في العام كله. 10 أيام ربنا أقسم بيهم في القرآن الكريم: والفجر وليال عشر. إيه حكاية ال10 أيام دول؟ ليه ال10 أيام دول حلوين قوي كده لدرجة إن ربنا سبحانه وتعالى أقسم بيهم؟ لدرجة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام ال10. فالصحابة قالوا إيه؟ فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. يعني تخيل إن أنت العمل الصالح اللي أنت بتعمله في ال10 أيام دول شبيه بالظبط بواحد خرج يجاهد في سبيل الله فلم يرجع لا بنفسه ولا بماله، يعني استشهد وكمان إيه؟ يعني أنفق ماله كله في سبيل الله. يعني ليه الحكاية دي؟ ليه حكاية ال10 أيام دول؟ بص يا سيدي، ال10 أيام دول هم موجودين في شهر محرم، يعني الحسنة مضاعفة والسيئة كذلك مضاعفة. يعني لو أنت قلت سبحان الله فكأنك قلت يعني سبحان الله بأضعاف مضاعفة، يعني توصل ل 700 ضعف كلمة سبحان الله فقط. طيب الأعمال الصالحة هل هي مقيدة؟ لا، أي عمل صالح، اعمل أي حاجة صالحة. شوف لقيت ورقة مرمية على الأرض في البيت شلتها، وأنت في نيتك إن هي إماطة أذى عن طريق إن أنا بساعد ماما وإن أنا بروق البيت والنظافة من الإيمان وكل ده، شوف بقى كمية الأجر اللي أنت هتاخدها بنية بعمل صالح واحد. يعني أنا مش بقول لك إن لازم عمل صالح إن أنا أصوم وإن أنا أقرأ قرآن وأختم كله وإن أنا أفضل طول النهار ماسك السبحة، لا، اعمل أي عمل صالح بنية إن ربنا يتقبلها منك وبنيات كتير. تخيل بقى جبل الحسنات اللي أنت تاخدها. ال10 أيام دول عاملين زي بالظبط كده محل بيقول لك أوكازيون، هتاخد أي حاجة خد معاها، هتشتري تيشيرت خد 10 تيشيرتات مجانا، هتشتري لعبة خد 10 لعب مجانا. انت كواحد كده لو واحد يقول لك اشتري لعبه تاخد 10 العاب مجانا، هتشتري ولا مش هتشتري؟ طبعا جدا هتشتري. حضرتك انا هشتري لعبه وهاخد قصادها 10، انا يعني ابقى عبيط جدا لو ما اشتريتش. فتخيل بقى ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ان افضل ايام تعمل فيها عمل صالح هي ال10 ايام دول. اعتقد بقى ان احنا كده هنبقى يعني بجد مقصرين جدا لو ضيعنا الايام دي. شوف لما ربنا سبحانه وتعالى يوصف ان شهر رمضان ايام معدودات، هم 30 يوم. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال لك ان شهر رمضان ايام معدودات، يعني ايام قليله، فما بالك ال10 ايام دول؟ يعني هم اكيد اقل كمان من شهر رمضان اللي هو 30 يوم، هم 10 ايام. فلازم ان انا انتهز فرصه ال10 ايام دول بايه؟ بالتكبير بالتسبيح والتهليل والحمد والاستغفار والتوبه والصدقه. يعني لو انت طلعت جنيه كانك طلعت 700 ضعف من الجنيه ده، والله يضاعف ما يشاء طبعا. وبالصيام وبمساعدة الأهل وبالبر وبالنوافل، أكثر من النوافل. شوف أنت عندك حاجات كتيرة جدا إن أنت تقدر تعملها في ال10 أيام دول فما تقصرش. طب لو أنت حاسس إن أنت مش قادر إن أنت تصوم، اقرأ قرآن. ما عنديش وقت أقرأ قرآن، اسمع درس علم وأنت قاعد في العربية، اسمع درس علم وأنت في أي مكان. ما عنديش وقت أسمع درس علم، اقعد سبح طول ما أنت قاعد، سبح واستغفر، توب إلى الله. ساعد ماما في البيت يا أخي، ساعد ماما في البيت مفيش مشكلة. يعني انت لو قعدت 10 ايام دول تساعد ماما في البيت كفى بها، انا ما عنديش مشكله يا جدعان والله. طيب يبقى انا كده عندي اوكازيون في ال10 ايام. هبقى عبيط جدا لو ضيعت ال10 ايام دول. عندنا اعمال صالحه بحسنات بالهبل. فحضرتك بقى كده زي الشطور دفتر كده واكتب فيها ايه اكتر اعمال صالحه انت تقدر ان انت تعملها خلال ال10 ايام دول. كل ده بقى ناهيك عن ايه؟ ال10 ايام دول داخل فيهم 9 ايام صيام، في يوم بقى اللي هو اول يوم العيد. اليوم ده هو بيغفل عنه ناس كتير، وهي خلاص بقى خلصنا يوم عرفه يلا بقى نهيص وناكل ونعمل وما نصليش. لا، تخيل ان ابتلاءك في اول يوم العيد ده ان انت ما بين ان انت عايز تظهر الفرحه وان انت عايز تاكل وتتبسط وتنام وتلعب وتتفسح، وما بين ان هو ده برضه يوم معظم وداخل من ضمن ال10 ايام، يعني انت برضه ما ينفعش ان انت تغفله. فهو برضه بالظبط فيه الاعمال الصالحه برضه كذلك مضاعفه. خلال ال9 ايام او ال8 ايام اللي قبل يوم عرفه مطلوب منك حاجه مهمه جدا، دي هنشرحها ان شاء الله في الفيديو الجاي، الا وهو هات دفترك وابدا اكتب كل الادعيه اللي انت ناوي تدعيها في يوم عرفه، وده اللي انا هعرفه لك هتعمل ايه في الفيديو الجاي. القاكم ان شاء الله في الفيديو القادم. الى اللقاء.